الكبده الاسكندراني بقى وجمالها كده لفطار اول يوم العيد بتتبيله تحفه. مش هتبطلي تعمليها بالتتبيله الجميله اللي انت اللي هتشوفيها ديت. احفظي بقى الفيديو كده معاكي للعيد. وشويه بقى عيش شامي كده. عيش السكره اللي انت شايفاه ده احنا طبعا بنحب نقدمها جنب العيش الشامي، او العيش طبعا البلدي اللي هو بالرده. او انت بقى حابه تعمليها بالعيش الفينو، الحاجه المتوفره واللي بتريحك في الاكل. يا رب بقى كده الفيديو يعجبكم وتحطوا لي بقى اللايك الحلو بتاعكم كده، ويلا بينا نبدأ. نسمي الله ونصلي على النبي ونبدأ بقى الفيديو الجميل كده ان شاء الله. النهارده الفيديو بصراحة فيديو هيعجبكم. زي ما انتم شايفين معايا كده كيلو من الدقيق، وكان معايا نص معلقة من الملح، ومعايا معلقة كبيرة من السكر، وهتكون معايا باكل خميرة. ممكن تشتغلي بالخميرة الفورية، وممكن تشتغلي بالخميرة البيرة عادي، اي خميرة متوفرة عندك اشتغلي بيها. هبدأ دلوقتي كده بس ادوب كده الخميرة مع المية. بجد العيش ده بيكون جميل جدا. احنا عملنا العيش ده يعني مش عملناه كذا مرة. لو انتي يعني شفت العيش ده كذا مرة معانا، ممكن تجري الفيديو عادي وتبدأي تتفرجي على الحاجة اللي انت اللي انت حابة ان انت تتفرجي عليها. بس بصراحة هو يعني العيش مش قادرة اقول لكم، يعني حتى لو شفتيه كذا مرة الخبيز بتاعه كده والشغل بتاعه شغل بصراحة بيبقى جميل جدا. يعني انا لما بشوف اي معجنات بصراحة مش بزهق من ان انا اشوفها. وبعدين في بنوتات يعني صغيرة وكده بتكون لسه داخلة معانا ولسه اول مرة تشوف فيديوهاتي وكده. فطبعا انا بحب اللي انا افكرهم يعني بالفيديوهات دي. احنا عملنا قبل كده كذا مرة فعلا اللي عملنا الكبدة. المرة دي قلنا نعملها كده بطريقة كده جديدة وحلوة. طبعا بدأت اللي انا آه، لميت كده العجينة. وزي ما انتوا عارفين انا بحب ان انا الم العجينة واسيبها. بصراحة انا مشيت بالمية واحدة واحدة مع العجينة لغاية ما ما العجينة لمت معايا كده، يعني ولا طرية قوي ولا ناشفة قوي. اللي هو عارفة انتي الوسط كده. ممكن ان انتي وانتوا بتفردي العجين ممكن تشكليه مثلا على ردة، وممكن تشكليه على دقيق. انا بصراحة اشتغلت على دقيق لان طبعا زي ما قلت لكم احنا عايزينه يكون هو زي العيش الشامي اللي انت بتجيبيه. بصراحة العيش ده لما بيبقى جنب الكبدة بقى كده، الكبدة سخنة والعيش سخن كده بيبقى جميل جدا. بس من الله ما شاء الله بيبقى طعمه حلو قوي. وزي ما احنا عارفين ومتعودين العيش ده لما عملناه كذا مرة ان العيش ده اي حاجة معاه بيكون طعمها حلو قوي بصراحة. هخلص كده العجينة. طبعا كده خلاص العجينة اهيت انا خلصتها كده وغطيتها وبدأت اسيبها كده جنب مني تخمر. طبعا انا كنت مدفية المية خفيف والجو اساسا الجو حر. طبعا دلوقتي هبدأ بقى جبت كده نص كيلو كده من الكبدة. بصراحة كان الجزار مقطعها لي، بس حسيت اللي هي او بقطعها طبعا تقطيعة الكبدة الاسكندراني. بتكون يعني تقطيعتها بالنسبة للجزار بيقطعها كبيرة شوية. فانا بدأت اللي انا اخد الحتة الكبيرة شوية صغرتها كده، عشان احنا بنحب الكبدة كده تكون تقطيعتها كده صغيرة شوية، وكده افضل بصراحة. وبدأت اللي انا طبعا ده كده انا بغسل الكبدة. انا ما في بيغسلوها باللبن، بس بصراحة ما جربتش ابدا ان انا اغسلها باللبن. انا على طول بغسل الكبدة كده بالليمون. بدأت عصرت عليها كده ليمونتين كده. واسيبها بقى في المصفى. حطيت كده حاجة تحت المصفى وبدأت اللي انا طبعا المصفى تكون ناشفة ما فيهاش مية. ما تجيبيش اي مية يم الكبدة عشان الكبدة ما تحسيش انها زفرت معاكي ومش حلو. بدأت ركنت كده الكبدة جنب مني. طبعا انا جبت كده الفلفل اللي هو الفلفل ده ولا حامي قوي ولا اللي هو الرومي، يعني فلفل حطيت برضو من الفلفل الرومي. بس الفلفل ده يعني الحرقية بتاعته حلوة. هي بصراحة الكبدة لازم تحط لها فلفل حامي شوية. بدأت اللي انا التوابل هتكون معايا معلقة كبيرة من البصل البودرة، ومعلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة، ورشة صغيرة خالص من الفلفل الأسمر. وهتكون معايا معلقة من الملح، بس معلش معلقة الملح ما جاتش. وديت معايا كانت عندي اللي هو الفلفل الأحمر ده. آه يعني ببدأ ان انا افرمه كده، وابدأ ان انا اشيله بقى بحطه بملح كده واشيله كده في الفريزر. بصراحة لما بطلع منه بحطه في التتبيله كده بيخلي طعمها جميل جدا. جربي كده تحطي فلفل احمر كده. هو ما كانش حامي، يعني لو الفلفل الاحمر معاكي حامي اللي هي هريسه زي هرسه الشطه كده، فما تاخديش منها كتير، يعني خدي منها كميه صغيره. بدات كده
وعصرت برضو نص ليمونه. بدات كده، بس هي الزياده ان انا حطيت كده معلقه صغيره من الملح مع التتبيله ديت، وبدات طحنتها كده كلها كده، او ممكن تدقيها في الهون. وهاخد بقى منها كده. طبعا هبدا ان انا اتبلها كده واخليها جنب مني كده مده مثلا 10 دقايق ولا حاجه، او اكتر من كده، ممكن نص ساعه، مش اكتر من كده. يعني الكبده بالذات ما تسيبهاش اكتر من كده. بدات اللي انا هاخد التتبيله، هسيب كده شويه، هوريكي بقى شويه بقيه التتبيله ديت احنا هنعمل بيهم ايه بقى. زي ما انت شايفه كده، بصراحه التتبيله ديت ملهاش حل، التتبيله جميله جدا. والثوم البودره ما تستغنيش عنه، لان الثوم البودره بصراحه بيديها طعم حلو قوي وريحه حلوه. في توابل بتتحط على الكبده، بس بصراحه انا يعني بفضل ان انا احط لها الكزبره والثوم البودره والكمون. هما اساسيين، يعني الكزبره الناشفه والثوم البودره وشويه رشه صغيره خالص من الفلفل الاسمر، ممكن تستغنى عنها وممكن تحطيها معلقه صغيره خالص من الملح. وممكن بقى اللي بعد كده لو لقيتيها عايزه ملح هتحطي لها شويه كده من الملح. رشه الملح دي في الاخر بتبقى يعني عادي بقى معاكي. بس بصراحه انا مش بحط لها خل، يعني الخل ده بعد ما بتستوى خالص ساعه الاكل كده في التقديم بحط لها بقى الخل. لكن دلوقتي حاليا ما بحطش خل خالص. زي ما انت شايفه كده. طبعا العيش معايا كده سبت العيش جنب مني زي ما قلت لكم، والله يا دوبك بس تبلت كده الكبده وخلصتها. لقيت العيش ما شاء الله خمر معايا، فبدات اللي انا جبت كده فوطه مطبخ كده وبدات اشكل بقى العيش. بحط يا دوبك عليه شويه كده من الدقيق. طبعا زي ما انتم شايفين انا ما استخدمتش ولا نقطه زيت حتى، يعني ما استخدمتش اي دم في العيش ده خالص. بدات اللي انا اشكله كده بالدقيق برضو يعني بحط كده شويه كده من الدقيق وبشكل بيه العيش واسيبه يريح. اهم حاجه بقى في العيش ده ان انت تسيبيه يريح على قد ما تقدري، لان كل ما بتريحيه بيفرد معاكي بكل سهوله. لكن لو اشتغلتي فيه على طول هتبصي تلاقي العيش عامل كانك بتفردي في استك كده، وكل ما تفرديه بيرجع تاني. فكل ما تسيبي العيش بقى يريح هيريحك وانت بتفرديه، وهيتشكل معاكي بسهوله يعني. دي خطوه مهمه. طبعا انا بشكله اهوت وهسيبه برضو جنب مني كده شويه. انا بخلي الحاجه كده وقت الغدا كده عشان تبقى سخنه كده. فطبعا حتى يوم العيد برضو هتعمليه كده الاكله الجميله ديت كده تبقى سخنه معاكي كده، العيش سخن والكبده سخنه. يعني ما شاء الله بالهنا والشفا بقى، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا زي ما انتم شايفين انا سبته كده ريح شويه حلوين، يعني قد يمكن اكتر من 10 دقايق كده. وبعد كده لما لقيته بقى ان هو ريح كده وهيفرد معايا كده بسهوله، بدات ان انا افرد فيه. زي ما انت شايفه بحط كده شويه من الدقيق وببدا ان انا افرده. فردت برضو فوطه المطبخ كده، وهبدا ان انا افرد كده العيش. انا بخليه جاهز كده، يعني خلاص كده انا وقت مثلا قرب الغدا دلوقتي، عشان احنا مثلا بنعمل الاكله ديت لغدا وكده. ف بخلي الحاجه جاهزه، وبعد كده ابدا ان انا يعني اعملها وقت الغدا تبقى سخنه كده. زي ما انت شايفه كده بدات ان انا بحط كده شويه حلوين كده من الدقيق. طبعا احنا عارفين العيش الشامي هم بيخبزوه على دقيق خالص، يعني الفرن بره بيكون خبزه على دقيق. طبعا العيش ده طريقه العيش ده لو بقى في فرن بقى ما شاء الله هيكون معاكي جميل. بس احنا برضو يعني بنخبزه كده في الطاسه، صراحه بيكون برضو فعلا بيديكي يمكن نفس الطعم. عيش ما شاء الله جميل جدا الصراحه. والكيلو دي بيعمل معايا كميه حلوه والله، يعني كيلو دي عمل معايا كميه عيش حلو. قبل كده عملت العيش ده كذا مره مع بعض. فطبعا العيش ده بقى معاكي بقى لو تعملي بقى كفته وتبداي ان انت تعمليها بقى سندوتشات كده في العيش ده. والله فعلا عملتها لهم، يعني ما شاء الله كانت جميله جدا. العيش ده مع اي حشوه بتحطيها فيه بيكون طعمه حلو قوي. طبعا وبتفرد معاكي كده بكل سهوله، يعني ما شاء الله. بفرد كده الكميه كلها وانا واقفه كده يعني. والله فعلا مش بقول لكم لان انا مثلا بقول لكم حاجه وهو الشغل حاجه تانية، لا والله ابدا، فعلا هو كان سهل قوي. كل ما سبت العجينه بتريح معاكي كل ما هي بتبقى معاكي آه بتريحك في الفرد اساسا وبتريحك في الشغل يعني. لكن لو استعجلت عليها فعلا هتلاقيها مش حلوه خالص معاكي. فطبعا دلوقتي سخنت بقى الطاسه دي كويس، وهبدا ان انا
احط كده اول رغيف واشوف اختبرها بقى ان هي الطاسه حلوه معايا، يعني سخنت حلو ولا لسه. آه النار طبعا اعلى حاجه. وطبعا اول ما بحط الرغيف يا دوبك بيتشمع بقلبه على الايه، على الناحيه التانية، وبعد كده ابدا ان انا ايه اقلبه بقى زي ما انتم شايفين كده، عشان خاطر الرغيف ينفخ معاكي كده. ف طبعا تقلبيه كده اول ما يا دوبك يتشمع بس، واقلبيه على طول. وبدات ان انا اقلب فيه لغايه ما زي ما انت شايفه كده بدأ ينفخ معايا ما شاء الله. والله فعلا كل العيش نفخ معايا، ما فيش رغيف ما نفخش يعني من العيش. طبعا اول ما نفخ كده بدأت ان انا احط كمان رغيف تاني. ممكن تصغري بقى قطعية العيش او تخليها نفس زي ما انا عملتها كده. طبعا وانا شغاله برضو في العيش هخلي اتصل العيش جنب مني، وهبدأ ان انا اعمل ايه الكبده بقى، عشان خاطر كده اقدم الاتنين كده ايه مع بعض. انا بس بوريكم يعني والله انا بس بفكركم بس بفكرة العيش والكبدة. احنا قبل كده عملناه، بس طبعا احنا بنفكر بعض يعني في حاجات مثلا بنفكر بعض بيها. واللي اول مرة انا في ناس كتيرة يعني ربنا يسعدهم زي ما بيسعدوني بيخشوا كده، فبيكونوا اول مرة بيشوفوا قناتي يعني ويشوفوا فيديوهاتي وكده. فطبعا احنا ايه بنفكر بعض يعني بالفيديوهات بس. كومنتاتكم جميلة بتفرحني وبتسعدني بجد، انا ببقى سعيدة جدا لما بشوف رأيكم كده، وكل رأيكم بصراحة بيسعدني. والله انا بشكركم جدا على رأيكم اللي بيسعدني وبيفرحني. لأول مرة بقى يشرفني كده في قناتي وينورني، يشترك كده ويفعل الجرس. واهم حاجة اللايك بقى والشير كده، شيروا كده الفيديو لاصحابكم كده وحبايبكم. طبعا زي ما انتم شايفين نزلت كده بالزيت، حطيت شويه حلوين من الزيت، وبدات ان انا اخدت بقى شويه من التتبيله اللي انا حطيت منها، اللي هي الدقه اللي انا حطيتها على الكبده. وبدات اخد بقى شويه كده منها، وابدا ان انا ايه احطهم كده في الزيت الاول. زي ما انتم شايفين طبعا انا سخنت الطاسه يعني على قد ما تقدري، خلي الطاسه تسخن معاكي لغايه ما تحس اللي هي ايه سخنت جامد قوي. بدات نزلت بالكبده اهيت، يا دوبك بنزل بيها. هي مجرد انت ما بتنزلي بيها والزيت سخن جامد فبتاخد صدمة كده على طول، فبتحتفظ يعني ما بتنزلش اللي هي العصارة اللي فيها، بتخلي قطعة الكبدة كده طرية، تحس ان انت بتاكلي الكبدة كده قطعتها طرية كده. طبعا بالحركة اللي احنا بنعملها ان احنا نسخن الزيت جامد وتنزلي بيها كده. طبعا بوريكم ان انا بعمل الكبدة اهيت، والعيش جنب مني برضو بقلب كده في العيش برضو، وشغالة يعني بعمل الاتنين ما شاء الله عشان اخلص الاكلة كلها مع بعضها. طبعا زي ما انتم شايفين الكبده مجرد ما انا بس حطيتها اخدت معايا لون. انا مزوده الزيت شويه عشان خاطر احنا بنحب يعني واحنا بناكلها كده بيكون الزيت فيها زياده شويه. هبدا دلوقتي شويه كده وانزل بقى بالفلفل. طبعا الفلفل بقى تكتري الكميه تقللي براحتك، او انت شايفاها كتير تقلليها او تكتريها. هو بصراحه كده يا دوبك الكميه ديت. طبعا انا ما نزلتش بالكبده كلها مره واحده، لان انا الفلفل ده فيه فلفل حامي شويه، فطبعا بيكون فيه اولاد صغيره، فانا هعمل بقى شويه بالفلفل الرومي وشويه بالفلفل الحامي. فانا بقسم الكبده ممكن بقى على حسب يعني، برضو اكيد كلنا بيكون عندنا اولاد صغيره فمش بيستحملوا الكبده بالفلفل الحامي يعني. طبعا ما شاء الله الكبده الصراحه التتبيله بتاعتها جميله جدا. كلنا طبعا بنحب اول يوم العيد نفطر كده، في كتير بيحب يفطر كبده كده الصبح،